راين كان أضعف واحد، شكله مش قد كده ووحيد وكمان فاشل بمعنى الكلمة. اتطرد من فرقة الأبطال عشان كانوا شايفينه ملوش أي لازمة. كل يوم في حياته بقى مليان نكد ويئس لحد ما قابل أجمد بنت قطة في التاريخ اللي ادته قدرات خارقة تخليه يهزم الوحوش الأسطورية اللي بتجوب العالم. وفي لمح البصر بقى عنده حريم خاص بيه وبقى من أشهر المغامرين في التاريخ. بس زمان لما كان مجرد ولد مشاوير عند شوية أبطال ناكري الجميل، القائد بتاعهم نادوا وقال له أنت مطرود عشان عديم الفايدة. راين ما كنش فاهم هم عايزين يطردوه ليه، بس كلهم هاجموا عليه بالكلام وقالوا له حتى موديراتور في ديسكورد يقدر يسيطر على قطط اكتر منك وانت بيس تامر. فخرج من القاعده مكسور القلب من اللي حصل ووعد نفسه انه مش هيرجع تاني. في المدينه كان تايه ومش عارف هيعيش ازاي، لا شغل ولا فلوس ولا حتى مكان يبات فيه. بس شويه عيال جم يلعبوا معاه وقالوا له يوريهم قواه الخارقه. راين استدعى نصر من السماء وخلاه ينحني قدامهم. العيال اتحمسوا جدا وقالوا له انت قدوتنا احسن من الابطال الكدابين التانيين. كلامهم كان له تاثير كبير عليه. قرر انه يروح نقابه المغامرين ويبدا من جديد. هناك قابل ناتالي، هي رحبت بيه وقالت له ان شغله هيكون يصطاد وحوش ويحمي الناس. شرحت له نظام الرتب للمغامرين والوحوش وقالت له انه لازم يجتاز اختبار عشان يبقى مغامر رسمي ولازم يهزم مجموعه من الوحوش لوحده. ولما عرفت انه بيس تامر خافت عليه وطلبت منه ينسحب، بس هو كان مصر يثبت نفسه. ولما وصل للمهمه لقى شويه جريملينز بياكلوا فاكهه مسروقه. سحب سكينه وهجم عليهم بكل شجاعه وفعلا قتلهم كلهم. جمع الاحجار السحريه بتاعتهم وفرشهم على جذع شجره وكان بيستمتع بمنظره وهو بيحطهم في شنطته لحد ما سمع صرخه من وسط الغابه. جرى بسرعه يشوف في ايه ولقى بنت مرعوبه من نمر قاتل ضخم ناوي يفترسها. قبل ما النمر يهجم راين اندفع عليه وطعنه بسكينه، بس للاسف النمر كان من نوع ديرنك وفرقه كان قوي جدا كسر السكينه وبعته طاير. النمر وجه تركيزه لراين وكان هيخلص عليه، بس البنت فجاه طارت في السماء ونزلت برجليها على رقبه النمر وخلصت عليه في ثانيه. راين بص كويس واكتشف انها من سلاله نادره اسمها كات سبيريتس، عندهم قوه خرافيه. بس الضربه القويه دي استنزفت طاقتها ووقعت في حضنه مغمى عليها. لحسن حظه كان معاه اكل وقدم لها شويه وعرفت نفسها باسم الكنابي وشكرته على انقاذها. لما سالها كانت بتعمل ايه لوحدها في الغابه قالت له انها في رحله استكشاف لعجائب العالم. ولما عرفت انه بيس تامر صدقت انه يقدر يتحكم في قوتها ويتشاركوا القدرات. راين فهم انه ممكن يبقى اقوى بكتير لو شارك قوتها، فوافق يبقى السيد بتاعها وعض صباعه ونقطه دم نزلت. فعلت تعويذه الربط بينهم، رددوا اساميهم ووحدوا ارواحهم وبقوا مربوطين ببعض للابد. بعد كده ظهر رمز على ايد كنابي بيمثل ارتباطهم. رجع راين لنقابه المغامرين وناتالي باركت له على اجتياز المهمه وسلمته بطاقه الهويه الرسميه كمغامر رتبه اف وادته 50 قطعه نحاس كمكافاه. بس هو شايف ان دي قليله قوي على التعب اللي شافه. ناتالي اقترحت عليه يشارك في مهمات اكتر علشان يزود دخله قدام. وفي الاستقبال راين قال لكنابي انه بقى عضو رسمي في النقابه وكانت فرحانه جدا عشانه. لكن وهم خارجين مغامر مغرور ظهر فجاه وبدا يحاول يوقع كنابي بكلام معسول واخدينه من سبريده المفضل. بس راين ما سكتش وقال له بكل وضوح هي مرتبطه بيا. المغرور اتحرق دمه واتحداه في مصارعه دراع واللي يكسب ياخد البنت. راين وافق على التحدي ومسكوا ايدين بعض وكل واحد بيحاول يثبت قوته. بس راين فجاه خبط ايده على الطاوله وكسرها والراجل وقع على الارض وبدا يعيط. ناتالي كانت بتتفرج واعتذرت لراين وكنابي عن تصرف الراجل وقالت انها انبهرت بقوته. حتى راين نفسه استغرب لانه ما كانش عارف ان الربط مع كنابي زود قدراته الجسديه. في نفس اليوم خرجوا سوا في اول مهمه رسميه لراين كمغامر وهي انه يجمع اعشاب. بس كنابي اتضايقت، كانت متوقعه مغامره خطيره مش قطف زرع. راين قال لها انه لازم يثبت نفسه الاول قبل ما يدوق مهمات اصعب. وبينما هو بيكلمها استخدم مهارته وخلى مجموعه ارانب تجمع له الاعشاب بدل ما يلمهم بنفسه. فجاه سمعوا صرخه وجروا بسرعه على مصدر الصوت. لقوا شويه قطاع طرق بيهجموا على راجل كبير في السن وبيسرقوه وكانوا هيموتوه. راين اندفع عليهم وضربهم بكل قوته، لكمات وركلات طيرتهم وكنابي كانت مبهوره بحركاته. الراجل شكرهم لكنه قال انه خايف يرجعوا تاني. راين قرر يقضي عليهم نهائيا وما يخليش فرصه يرجعوا. بس كنابي كانت قلقه لان عددهم فوق ال101. راين طمنها وقال لها عنده خطه عبقريه. بمساعده سنجاب صغير اكتشف مكان مخبأ العصابه وطلب من كنابي تستدعي فرسان المملكه يساعدوه في الهجوم. وبينما هي كانت رايحه راين استخدم قدرته الخاصه وسيطر على جيش من النحل وخلاهم يلسعوا العصابه كلها لحد ما ناموا مكانهم. ولما كنابي رجعت ومعاها التعزيزات اتفاجئوا بمنظر العصابه نايمه كلها. الناس ما كانتش مصدقه انه قدر يعمل كده لوحده. بس فجاه الكهف بدا ينهار وطلع منه 3 سحالي عملاقه مرعبه. واحده منهم هاجمت راين بس هو خبطها بلكمه واحده وقضى عليها. وكنابي طارت في السماء ونزلت بكومبو خرافي على واحده الثانيه واسقطتها. راين امر المغامرين ينقذوا افراد العصابه من الكهف قبل ما ينهار، وهو وكنابي فضلوا جو يواجهوا الثالثه لوحدهم. اتحركوا سوا ووجهوا ضربه مشتركه جباره للسحليه الثالثه. وفي اللحظه دي راين حس انه محظوظ بوجود كنابي معاه. الحمد لله خرجوا من الكهف سالمين والناس كانت بتهتف باسمائهم. وبعد ما سلموا العصابه للسلطات حصلوا على مكافاه محترمه ورجعوا لنقابه المغامرين. وهناك ناتالي بشرت راين انه بقى من رتبه اف الى رتبه اي كمكافاه على اللي عمله.
بسبب انجازاتهم الاخيره استخدموا المكافاه علشان يشتروا معدات جديده وخرجوا يتعشوا عشاء فاخر. كنابي كانت طايره من الفرحه وهي بتشوف السراير المريحه في اوضتها، حاجه عمرها ما كانت تحلم بيها، لكن فرحتها اختفت في ثانيه لما عرفت انها هتشارك الاوضه مع راين الوحش القبيح على حد وصفها. ابتدت تشتكي بصوت عالي انه شكله مرعب ووحيد وقبيح ومقرف وخساره السرير فيه. فراين عرض عليها ينام بره يعمل كامبينج في الهواء الطلق علشان يريحها، بس كنابي حست بالذنب وطلبت منه يفضل. ومرت الاسابيع وراين وكنابي كانوا عايشين حياه حلوه زي ما كانوا بيحلموا، لكن في يوم عرفوا ان في بلطجي قوي بيهاجم الناس اللي بيعدوا الجسر المؤدي للمدينه. راين وافق على المهمه خاصه بعد ما شاف الجائزه الكبيره اللي هيكسبها لو نجح. ولما وصلوا للجسر شافوا 2 احمر طاير في السماء، وبعد ما نزل اتحول لواحده جميله قوي وقدمت نفسها باسم تانية وقالت لهم مش هتعدوا غير لما تهزموني. راين اتفاجئ ان البلطجي اللي الناس خايفه منه هو في الحقيقه بنت. سالها لو هي فعلا اللي كانت بتهاجم الناس، فردت واكدت انها كانت بتدرب عشيرتها على الجسر، وقالت ان اللي عايز يعدي لازم يهزمها الاول. المعركه بدات وتانية ضربت راين بلكمه قويه، بصعوبه قدر يدافع عن نفسه، بس هي اتفاجئت بقوته ونفخت نفس ناري بالغلط ولسعت ديل كنابي. كنابي اتعصبت جدا وقررت تواجهها بنفسها. راين كان بيتفرج وهي بتصد ضربات تانية وترد عليها، وحاول يهجم على تانية من نقطه عمياء لكنها مسكته في الهواء، وبعدها رمتهم هما الاثنين لفوق وكانت هتطلق نفس ناري تاني عليهم. في اخر لحظه خدوا دفعهم من رجلين بعض وطاروا بعيد عن اللهب بصعوبه. تانية قالت انها اتبهرت بقدرتهم على تفادي هجومها النهائي، بس راين قرر يلعبها بطريقته كمراوض وحوش وطلب من كنابي تشتت انتباهها شويه. وبينما هي مشغوله راين عقد اتفاق مؤقت مع طائر وطلب منه يستدعي تعزيزات. ولما العصافير وصلت راين بدا هجومه السام على تانية لحد ما اتشلت تماما. بعد المعركه شرح لهم ان الطيور دي اسمها بيدو ومعروفه بسمها القوي اللي يقدر يهزم اي وحش. تانية كانت حاسه بالهزيمه وسالت بخوف هتبيعوني عبده في السوق، لكن راين طمنها وقال لها انه مش هيأذيها، بل عرض عليها تنضم لفريقه بدل كده. في الاول كانت فاكره انه بيعاكسها وهيجبرها على حاجه، بس راين اكد لها انه بس عايز تكون معاه. وكنابي بدات تضحك وتتنمر عليها علشان رفضت العرض. ففي الاخر تانية وافقت تنضم للفريق. بعد كده رجعوا للنقابه علشان ياخدوا مكافئتهم، وناتالي اتفاجئت جدا لما عرفت انهم هزموا الوحش القوي ده. ولما لمحت تانية معاهم بدات تشكي انها اتنين، بس راين بسرعه انكر وسحبها بره قبل ما تبدا تفضح كل اسرارهم. واثناء ما هم ماشيين في المدينه راين حذر تانية انها ما تكشفش هويتها لاي حد لان الناس هتخاف ويتقلب المكان فوضى. لكن قبل ما يكمل كلامه اكتشف انها اختفت من جنبه ولقى انها بدات تتباهى وتوري نفسها لكل الناس، فطلعها بسرعه بره المدينه وقال لها على مكان امن تروح له وحذرها تبعد عن المشاكل. لكن تانية كانت مصممه تفضل معاه وطلبت منه يطور الحبكه معاها. راين وافق لانه حس انها فرصه مش هتتكرر، فرصه يحقق اللي ولا بطل انمي قدر يعمله قبل كده. بعد شويه جرح صباعه وساب نقطه دم تنزل على ايده وابتدى يردد تعويذه لربط ارواحهم. دايره سحريه ظهرت تحت رجلين تانية وحلقات نور بدات تلف حواليها، ولما نطقت اسمها الدايره السحريه اللي كانت على ايد راين طارت ناحيتها واتطبعت على ايدها، وبكده اتكون الرابط الابدي بينهم زي اللي حصل مع كنابي. وفي نفس الليله بينما راين كان نايم على الارض تانية وكنابي دخلوا في خناقه مين فيهم هيراقبه وهو نايم. تاني يوم خرجوا في مهمه جديده علشان يصطادوا السلايمات، لكن فضلوا يدوروا كتير وملاقوش اي حاجه. راين قرر يستخدم تعويذه على طائر، ولما بص في عينه عقله دخل جوه جسم الطائر واستخدمه كانه هو بنفسه. شرح لتانية وكنابي ازاي قدر يعمل كده، بس كان زعلان انه مش قادر يحس بدفى الدرع البطولي بتاع تانية وهو في جسم الطير. وبعد شويه طيران لقوا مئات من السلايمات. كنابي مسكت حجر وكانت ناويه تفرمهم، بس تانية وقفتها واقترحت ان راين هو اللي يتدرب ويجرب السحر بتاعه. دفشته لقدام وفعلا ركز في السحر واطلق كره نار ضخمه عملت انفجار كبير خلى السلايمات تختفي. تانية بصت له وقالت له انه كده بقى عنده قوه التنين بتاعتها زي ما خد قوه كنابي الجسديه قبل كده. ولما سلايمات تانية بدات تظهر راين شافها فرصه يتدرب اكتر وطلب من تانية تعلمه ازاي يستخدم، بس اتضح ان تانية طلعت معلمه من الجحيم في نفس الليله. وبعد ما التهموا العشاء سالت تانية راين ازاي بقى مروض وحوش، فحكى لهم قصته وهو صغير كان ابوه وامه مروضين وحوش وعلشان كده اتربى على انه يتعلم السحر من بدري. وفي يوم بعد ما فضل يتدرب لحد نص الليل رجع يلاقي قريته كلها مولعه بالنار. جرب اقصى سرعته على البيت ولما وصل لقى كل الناس مقتوله على ايد الوحوش. وتاني يوم الصبح فرسان المدينه انقذوه وخدوه يعيش معاهم وساعدوه لحد ما كبر وبقى شاب. بعد كده انضم لفريق البطل وكان فاكر انه اخيرا هيلاقي التقدير، لكن اللي حصل انهم استخدموه كعامل شحن بس بيشيل شنطهم وخلاص. ولما بدا يحس انه تافه وضعيف علشان ماضيه المظلم كنابي مسكت ايده وقالت له انت اطيب شخص عرفته في حياتي، دايما بتساعد الناس ومفيش اي حاجه تخليك تحس بالذل. تانية كمان مسكت ايده وقالت له انت طيب بزياده وده اكتر حاجه بحبها في سيدي الجديد. بس الاثنين كانوا غضبانين جدا من فريق البطل وكان نفسهم يدمروا الفريق ده بالكامل. اما راين فتمنى يعيش باقي حياته معاهم بسلام. تاني يوم خرجوا في مهمه جديده علشان يصطادوا الاوركس. تانية كانت فاكره المهمه سهله فطلعت تجري تدور على الاوركس، ولما لقت شويه كنابي شالت حجر وضربت واحد منهم دمرت دماغه في لحظه. واحد تاني هجم على تانية بس هي طعنته بديلها ومسحته من الوجود. ولما خدت حجر الروم بتاعه راحت علشان تحرق واحد تاني بس هو مسك كحلها وقعها على الارض لكنها ما سكتتش وولعت وشه بالنار. وبعدها قعدت شويه ترتاح من التعب بس فجاه اورك تاني طار عليها من وراها. ولحسن الحظ راين ظهر في الوقت المناسب وده سمح لكنابي تطير فيه برجليها وتفجره في لحظه. بعد ما المعركه خلصت راين عالج الجرح اللي في جسمه بالسحر وقال لتانية ما تحسش بالذنب لانه شاف الندم في عينيها. وبالليل كنابي قالت لراين ان تانية حاسه بالذنب علشان اتصاب وقررت تبعد عن الفريق شويه علشان ما تاذيش حد تاني. راين ما قدرش يسكت وطلع يدور عليها واول ما لقاها بدات تعتذر له وقالت له انها السبب في اصابته، بس
بس هو طمنها وقال لها انها بس محتاجه تبقى حذره المره الجايه. ولما قال لها ان كنابي كانت قلقانه عليها جدا، كنابي ظهرت فجاه وضمت تانيا وقالت لها انها غاليه عليهم جدا، وقعدت تعيط وهي بتحضنها. وفي نفس الليله تانيا كانت قاعده تتفرج على راين وهو نايم، وبدات تحس انها يمكن تكون بتحبه، وقررت انها تفضل جنبه على طول. وبعد اسابيع وهم في مهمه تانيه قابلوا اعضاء من فريق البطل القديم. الماضي رجع فجاه في وشهم بعد لحظه صمت وسكون. راين قرر يمشي وياخد البنات معاه، بس اريوس بدا يستهزأ بيه وقال له انت فاشل وما تستحقش تكون معانا اصلا. تانيا ما سكتتش وقالت له يبطل يهين سيدها، بس اريوس فضل يشتم راين وقال عليه حشره ملهاش قيمه. واريوس بدا يتريق، انتوا ليه ماشيين ورا واحد زي راين؟ لكن لما كنابي قالت له ان راين صاحبهم، اريوس قال لها انها كدابه وان راين اكيد عبدها، لانه عمره ما شافه غير كحيه قذره فاشل ملوش اي قيمه. الكلام ده استفز كنابي جدا وقالت له بكل حزم راين هو سيدنا الحقيقي. وقتها اريوس قال لراين انه عايزه يرجع للفريق لان مهمتهم الاخيره في الغابه الغامضه فشلت، وكان محتاج راين علشان يستكشف الطريق باستخدام قدراته في ترويض الوحوش. بس راين رفض بكل برود وقال له انا عمري ما هرجع لفريقك تاني. اريوس اتجنن من الرد وقعد يشتم فيه وقال له ان الدعوه دي شرف كبير لواحد فاشل زيه. وباقي الابطال كمان شاركوا في السخريه وقالوا له انت ضعيف وتافه ومالكش مكان في العالم غير انك تشيل شنطنا. راين غضب جدا بس قرر يمشي ويسيبهم، لكن نينا ندهت عليه وقالت له انهم لازم يلاقوا درع الحقيقه في الغابه قبل ما ملك الشياطين يدمر العالم بنفس الوحوش اللي دمرت قريته زمان. راين قلبه اتحرك لانه مش عايز العالم يتحرق تاني، فقال لهم انه هيساعدهم يلاقوا الدرع. بس حتى بعد كده فضلوا يشتموه وقالوا له انت ولد غبي وبطيء عامل فيها راجل. كنابي وتانيا ما سكتوش وقالوا لهم يعتذروا لراين فورا، ولما رفضوا عنينا تانيا ولعت وهي بتزعق فيهم اركعوا على ركابكم واعتذروا ولا هطحنكم زي الشنطه الغبيه اللي كنتم بتخلوه يشيلها. وقتها اريوس فقد اعصابه ومسك راين من هدومه وقال له انت فار صغير ومحدش يهددني، روض الوحوش بتوعك دول مش اكتر من حيوانات وسخه. لكن راين بعد ما طفح الكيل ضربه بنص وشه وقعوا على الارض قدام الكل. الناس اتصدمت واريوس فضل يبص حواليه كانه مش مصدق، لكن راين كان ثابت وقال له بصوت هادي بس مليان قوه اياك تنادي اصحابي بالحيوانات تاني. اريوس قام من على الارض طلع سيفه وتحدى راين والبنات في معركه ضد فريقه. راين وافق واتفقوا يتقسموا. كنابي واجهت اوجست واول ما رمى سيفه في الارض قال لها من زمان نفسي قاتل روح قطه، فردت عليه بابتسامه ساخره وانا من زمان نفسي اهزمك. هجمت عليه بسرعه خرافيه وبدات تركل درعه لحد ما اضطر يتراجع ولسه بياخد نفسه قامت تضرب سيفه بالركلات واللكمات وقالت له يلا حارب بقى ولا ايه. اوجست حاول يضربها لكنها تفادت ضربته، ولما رفع سيفه لفوق اتغطى بالنار. جرب يستخدم تقنيته السريه بس هي ببساطه ركلت السيف بعيد وقالت له بسخريه ده اللي انت كنت مخبيه، ده اللي انت اضعف مما توقعت. اتحرك وقالها انه كان بس بيحمي وهيشوف قوته الحقيقيه دلوقتي. فعلا بدا يشتعل بقوه ناريه كبيره، لكن كنابي قررت توريه قوتها هي كمان. بس اوجست بدا يرتعش حس انه مستحيل يهزمها، ولما طارت عليه علشان توجه له الضربه القاضيه كان بيسال نفسه ليه واحده بالقوه دي بتمشي ورا واحد ضعيف وتافه زي راين. كنابي بعد ما طيرت اوجست في الهواء برجليها لدرجه انه اتزق وارتطم في شجره وقعته على الارض، بدات تحس انها يمكن زودتها شويه. في نفس الوقت تانيا كانت بتواجه نينا وليم، بس بصراحه كانت نفسها تواجه اريوس بدلهم لان هم ما كانوش باين عليهم خصوم يستاهلوا. لكن نينا وليم قرروا يثبتوا نفسهم واستخدموا كل قوتهم ورموا عليها انفجار سحري قوي باستخدام عصيانهم السحريه. تانيا بكل هدوء عملت كده بطاقه صباع والهجوم اختفى في الهواء. الصدمه اتكتبت على وشوشهم وتانيا بدات تضحك عليهم، بس هم رفضوا ينهزموا ورموا هجوم تاني وبرضه طق راحت كل حاجه. لما سالوا ازاي بتبطل سحرهم قالت لهم بكل برود انا عندي قدره سحريه بتدمر اي تعويذه بسهوله. فضلوا يرموا هجمات وهي ترد عليهم بطق صباع لحد ما تعبوا وهم مش قادرين يلمسوها. حتى قرروا يضربوها برياح ناريه هائله، بس كالعاده طق الهجوم اتبخر. وساعتها نينا وليم كانوا منهكين تماما. تانيا قررت ترد فرسمت حلقه سحريه تحت رجليها والسما اسودت ودوائر سحريه ظهرت في الجو وطلعت منها شوك ضخمه باين عليهم انها هتدمرهم. نينا وليم قعدوا يعيطوا ويترجوها تسامحهم وحسوا ان نهايتهم قربت، لكن تانيا وقفت الهجوم في اللحظه الاخيره وسابتهم يغمى عليهم من الارهاق. رجعنا للغابه. اريوس لسه بيشتم في راين وبيقول له انه فاشل ولازم يفضل عبد، بس راين فقد اعصابه وضربه في وشه وقال له اخرس. اريوس رد بسيفه وجرح خد راين وابتدى يهاجمه بضربات متتاليه، لكن راين كان بيتهرب منهم ببراعه رغم ان هدومه اتقطعت من قوه الضربات. وفي لحظه اريوس حاول يهجم عليه لكن راين مسك ايده وضربه في بطنه بلكمه قويه وقعته لورا، وبسرعه راين هجم عليه بلكمه تانيه بس اريوس قدر يتفاداها بالعافيه. رجع يضرب بسيفه تاني وراين كان بيتفادى كل حاجه وقال له قدراتي الحقيقيه اتفتحت لما اتحدت مع تانيا وكنابي، وغير كده انا درست اسلوبك في القتال طول السنين عارف كل حركتك. اريوس اتحرق من الكلام وهاجمه تاني لكن راين لف برجله وضربه في بطنه. اريوس رفض ينهزم وشحن صاعقه ورماها عليه، لكن راين نط في اخر لحظه رد عليه بفايربول ناريه ضخمه واتصدمت القوتين وانفجروا في النص. اريوس اتفاجئ ان راين قدر يصد الهجوم فغير الخطه ورسم دوائر سحريه حوالين راين وطلعت منها شوك ضخمه بتهاجمه. وفي اللحظه اللي كان راين مشغول بالشوك اريوس رمى عليه صاعقه جديده بس راين رد عليها بنار ضخمه ودمرها. وساعتها اريوس جري عليه بسرعه وهو مغطى بالبرق، لكن فجاه اريوس اتجمد مكانه ووقع على الارض. راين ابتسم وهو بيوري له نحله صغيره وقال له انها لسعته في نص المعركه وهي السبب في الشلل اللي حصله. اريوس فهم انه خسر فابتدى يعتذر لراين على كل الاهانات اللي قالها وانه وصفه قبل كده بقطعه زباله ملهاش قيمه، لكن راين ما قبلش اعتذاره وضربه بوكس في وشه نزل الارض وكسر التربه تحته. بعد المعركه تانيا وكنابي جريوا عليه وحضنوه بحراره، وفي وقت لاحق من اليوم اريوس وباقي الابطال جم واعتذروا لراين على كل اللي قالوه فيه زمان، بس تانيا كانت لسه مش مقتنعه وقعدت تصرخ فيهم فاضطروا يعتذروا تاني. اريوس قال لراين ان درع الحقيقه موجود جوه الغابه ومحمي بوحوش قويه
السحريه وطلب منهم يجيبوا له فورا لانه هو البطل الحقيقي اللي يقدر يهزم ملك الشياطين. بس كنابي صرخت فيه وقالت له ما يامرهمش بشيء، ورغم كده راين كان حاسم وقرر يدخل الغابه ويدور على الدرع. واول ما دخلوا اكتشف ان الخريطه اللي معاهم ملهاش اي لازمه لان الغابه ما فيهاش طرق واضحه، فرماها. كنابي وتانيا ابتدوا يشكوه وقالوا له يمكن نرجع المدينه، لكن راين طبطب على راسهم وقال لهم ما يخافوش، واكد لهم ان اريوس الوحيد اللي يقدر يستخدم الدرع ضد ملك الشياطين وانه مستعد يساعده علشان القرى البريئه اللي ممكن تتدمر. تانيا شايفه انه طيب اكتر من اللازم بس وعدته تفضل معاه لحد ما يخرجوا من الغابه، وكنابي كمان وعدته. راين صفر وطيار عصفور صغير جه واقف على دراعه فقلق عليه تعويذه علشان ينقل وعيه لجسم العصفور ويكتشف الطريق جوه الغابه. طلب من تانيا وكنابي يفضلوا جنب جسمه لحد ما يرجع، وطار بالعصفور في السماء ماشي في طريق بيوصل لعمق الغابه. لما رجع لجسمه قال لهم انه لقى الطريق اللي بيوصل للدرع ومشوا فيه، لكن بعد ساعات لاحظوا انهم رجعوا لنفس المكان اللي بداوا منه وشافوا حجر اصفر كانوا حاطينه من شويه علشان يحددوا الطريق. كنابي شكت انهم اختاروا طريق غلط بس راين كان واثق انه شاف الطريق الصح. تانيا قالت اكيد في روح غامضه جوه الغابه بتضللنا، فرمت تعويذه بحث وطلعت انوار سحريه جميله قادتهم لشجره سحريه ضخمه. تانيا قالت ان الشجره دي هي اللي بتعمل حواجز وهميه حوالين الغابه وعلشان يعدوا لازم يدمروها، بس راين قال لها انه مش جاي يدمر الغابه وسالها عن خطه بديله. ولما تانيا بدات تشك في خططها كنابي اندفعت فجاه وضربت الشجره بلكمه وكانت خلاص هتلمسها. فجاه سمعوا صوت جاي من جوه الشجره بيقول لهم غادروا الغابه فورا. وهم واقفين مصدومين خرجت جنيه صغيره من الشجره واتجهت نحوهم. راين اتفاجئ وسال نفسه ازاي جنيه طلعت، المفروض انهم مختفين بقالهم 200 سنه بعد الحرب مع البشر. وقبل ما راين يكمل كلامه الجنيه صرخت وقالت له غور من هنا، دي ارضي. حاول يعرف نفسه لكنها هددتهم هخلص عليكم كلكم زي الصراصير. طبعا جريوا على طول من غير نقاش، ولما وقفوا يلتقطوا انفاسهم قال راين انه حاسس ان في حاجه غريبه في الجنيه دي وكان مصمم يرجع يتكلم معاها تاني. تانيا قالت له ان دي فكره سيئه جدا وان تعويذتها هي اللي ودتهم للشجره، يعني الدرع اكيد جواها، واقترحت ان كنابي يهدم الشجره وهي تلهي الجنيه بالسحر بتاعها. لكن راين رفض العنف وقال انه يفضل يحاول يكلمها تاني حتى لو كان ده خطر كبير. وبالفعل رجعوا كلهم للشجره السحريه، ولما وصل راين عرف نفسه بكل احترام وقال لها انه بس عايز يتكلم، لكنها قالت له تاني امشي من هنا. ساعتها راين افتكر ذئب جريح شافه زمان كان هيفترسه، بس لما عالج جرحه بقى صاحبه الوفي، فقرر يوري الجنيه شويه طيبه ويكسب ثقتها. هي جهزت سهام سحريه وهددته لكنه قال لها مش ههاجمك ومش ناوي اؤذيك. تانيا وكنابي كانوا جايين يساعدوه لكن راين قال لهم يوقفوا مكانهم، ورغم ان السهام جرحت وشه وقطعت هدومه فضل واقف مكانه ولا اتحرك بعزم غريب. قال لها انه بس عايز يسال شويه اسئله وانه مش ناوي يخدعها، بس هي افتكرته بيحاول يضحك عليها فهاجمته بسهام اكتر. ساعتها كنابي زقه بعيد عن السهام وتانيا وقفت قدامها علشان تحميه، وقالوا للجنيه راين انسان طيب دايما بيساعد الناس ومش ممكن يأذيكي. فالجنيه اتفاجئت وقالت اسمها سوره، وقالت انها عمرها ما قابلت بشر طيبين كده قبل كده، ووافقت تتكلم معاهم. في اخر اليوم قالوا لها انهم جم يدوروا على درع الحقيقه. سوره قالت لهم ان الحاجز السحري في الغابه اتعمل مخصوص علشان يمنع البشر يوصلوا لقريه الجنيات، وان مفيش وحوش بتحمي الدرع، اللي بيحميه هم الجنيات بس. وفجاه استدعت بوابه ضوئيه واختفت فيها وطلعت بالدرع وسلمته لراين، وقالت له انها مش عايزه حاجه في المقابل، دي بس كانت مهمتها. لكن وهم ماشيين راين حس ان في حاجه مضايقه سوره، فرجع وسالها لو يقدر يساعدها في اي حاجه. سوره كانت متردده، لكن لما تانيا وكنابي قالوا لها ان راين دايما بيساعد الكل فتحت قلبها اخيرا. قالت لهم ان اختها التوأم اتمسكت من ملك الشياطين وهم خارجين من القريه في زياره قصيره، ولما سوره حاولت تحارب اكتشفت ان سحرهم ما بيأثرش فيه خالص، والوحش قال لها اسحبي الحاجز من حوالين الغابه وساعتها هرجع لك اختك. لكنها هربت وراحت تطلب مساعده من زعيم القريه اللي قال لها بمنتهى البرود انسيها. راين سالها عن شكل الوحش، ولما فهم القصه قال ده شادو نايت، وحش من التصنيف سي، السحر ما بيأثرش فيه نهائي، يعني المعركه كانت خسرانه من الاول. سوره بدات تعيط وراين مسح دموعها ووعدها انه هيحرر اختها مهما حصل. قالت له ان الوحش ناوي يقتلها بالليل، فراين قرر ينطلق فورا وقال لها تستناه وراه. وبعد شويه لقوا شادو نايت وشافوا الرونه معلقه من شجره، فكلهم اندفعوا نحوه. راين رمى عليه كره نار ضخمه كان ناوي يحرقوا بيها، لكن الوحش ما تأثرش وضحك وقال لهم سحر البشر ده لعب عيال. كنابي طارت في الهواء وركلته على دماغه، وراين لحقها ببوكس قوي، بس الفارس الاسود اتحرك كام بوصه بس كأن الضربه ما عملتش حاجه. واول ما عرف انهم من طرف الصوره رمى سيفه ناحيه الرونه بكل قوته وكان هيقسمها نصين، لكن تانيا طلعت بسرعه وحمتها بجناحها، وبعد ما حرروها تانيا بدات تطير بيها بعيد، لكن الفارس حاول يهجم عليهم فراين وكنابي ضربوه تاني على دماغه. الوحش طلع سيفه واستدعى ريحه عاتيه شالت الشجر من قدامه. راين قال لكنابي اضربيه ضربه قويه وانا هشتت انتباهه. واول ما كنابي اومأت براسها راين نط بعيد عن الاخشاب وابتدى يستدعي جيش من النحل لف حوالين الفارس اللي فضل يحاول يضربهم بسيفه. وساعتها راين استخدم تعويذه تانية وادى فيها قوه سحريه غريبه لكنابي. كنابي نورت بالكامل وانطلقت ناحيته وضربته ضربه قاتله في صدره عملت فتحه في قلبه، والفارس اختفى في لحظتها. راين قال لها التعويذه زودت قوتك مؤقتا علشان كده الضربه كانت قاتله. تانية ظهرت وقالت لهم رونا لسه عايشه بس فقدت الوعي. وبعد شويه رونا فاقت وسالتهم انتوا مين؟ راين قال لها احنا جينا ننقذك علشان اختك كانت قلقانه عليك. وبعد ما رجعوا للشجره السحريه سوره ورونا حضنوا بعض وفرحوا انهم اتجمعوا تاني. رونا بصت لراين وقالت له بابتسامه انا مش عارفه اشكرك ازاي، انقذت حياتي. راين قال لها بهدوء انا بس عملت اللي لازم يتعمل، اختك كانت مستعده تضحي بكل حاجه علشانك. سوره سكتت شويه وبعدين قالت بصوت فيه حزن بعد اللي حصل احنا ما قدرناش نرجع للقريه، الناس هناك تخلوا عنا. كنابي بصت لهم وقالت طيب ليه
ليه ما تنضموش لينا؟ فريقنا محتاجكم وانتوا كمان تستحقوا مكان تحسوا فيه بالامان. رونا وسورة تبادلوا النظرات، وبعد تفكير لحظه رونا قالت لو ده معناه اننا هنكون وسط ناس بتحبنا يبقى احنا موافقين. راين ابتسم وقال تمام، بس في حاجه لازم اعملها عشان تكونوا رسميا جزء من الفريق. مد ايده جرح صباعه زي ما عمل قبل كده، وسقطت نقطه دم على كفه، واتكونت دايره سحريه صغيره نورت ولفت حوالين البنات، وظهرت رموز سحريه حوالينهم. كل واحده فيهم قالت اسمها بصوت واضح، والرموز انتقلت من كف راين لكفوفهم، وبكده تم الرباط السحري اللي بيوحدهم كفريق واحد. راين حس بتعب مفاجئ ووقع على الارض، لكن سورة ورونا لحقوه بسرعه. وتاني يوم راين وصل لمقر الابطال ووراهم درع الحقيقه، بس محدش صدقه في الاول. اريوس قال له مستحيل تكون لقيته في كام يوم كده، لكن راين قال لهم طب شوفوا بنفسكم. ناينا استخدمت قدرتها في التحليل وقالت بصدمه ده الدرع الحقيقي. اريوس كان غيران ومكسوف من نفسه بعد ما فشل في ايجاد الدرع، ومع ذلك اضطر يدي راين مكافاه صغيره على انجازه. ولما راين كان ماشي اوجست وقفه وقال له راين ما ترجعش تنضم لينا تاني، احنا محتاجينك. الفريق من يوم ما مشيت وهو مكانك فاضي. لكن راين وهو بيبص لهم بشفقه قال انا شفت ناس تخلت عني واعتبرتني عبء، دلوقتي عندي حياه جديده ومش ناوي ارجع للناس اللي رموني قبل كده. وقتها اريوس عض على شفايفه من الغيظ وحلف انه هيلاقي طريقه يدمر بيها راين. وفي وقت لاحق نينا سالت راين هو فعلا لازم البطل يبقى الشخص الوحيد اللي يقدر يقاتل ملك الشياطين؟ وقتها راين بدا يحكي لهم اسطوره قديمه عن اول بطل في التاريخ واللي قدر يهزم ملك الشياطين بعد ما حصل على دم الالهه، وهو الشيء الوحيد اللي كان بيمنح قوته الكافيه علشان ينتصر. سورة سالته طيب ليه ما تبقاش انت البطل، خصوصا بعد ما بقيت تمتلك قدرات نادره بفضل الرابط السحري بيننا؟ راين رد وهو متردد دي كانت دايما امنيتي، بس محتاج افكر كويس قبل ما اخد القرار ده. وتاني يوم وهما بيتناولوا الفطار تانيا قالت له انت محتاج سلاح جديد، خصوصا بعد ما كسرت سيفك وانت بتنجز كنابي من النمر القاتل. فقرروا يروحوا محل اسلحه، وهناك رونا بدات تهزر مع راين وقالت له ايه رايك تجيب صوت ممكن اتعلم بيه الدفاع عن النفس؟ راين ضحك لكن هو اختار خنجر بداله، بس وهو ماسكه حس انه ضعيف جدا وهيتكسر في اول قتال. قبل ما يقول حاجه دخل الشاب المغرور وقال للبائع اديني اغلى سيف عندك، وبالفعل اخذ سيف ذهبي عمل بيه كام حركه ومشي رايح يدور على وحوش. راين بص للبائع وقال له باستغراب ليه بعت له سيف ضعيف ده ممكن يتكسر في اول ضربه؟ البائع بص له وقال الناس دي بتشتري بالسعر مش بالجوده، انا بحب سيوفي اكتر من الذهب بس مش دايما بلاقي حد يقدر قيمتها. ولما سال راين ازاي عارف ان السيف ضعيف قال له انا عندي قدره خاصه بستخدمها حتى على الاسلحه زي ما بستخدمها على الكائنات، والسيف ده ما ينفعش للقتال. انبهر البائع وقال له انت مختلف وهعمل لك سيف هو الاقوى على الاطلاق، بس في مشكله الكريستالات السحريه اللي كنت محتاجها لصناعته كلها اختفت من الكهف. راين عرض عليه المساعده وقال له انا مش عايز فلوس، كل اللي عايزه سيفك. في وقت لاحق راحوا لنقابه المغامرين واتفاجئوا ان المكان مليان ناس وكلهم واقفين قدام لوحه المهام. ناتالي قالت لهم اريوس وفريقه عايزين يضموا اعضاء جداد علشان يقاتلوا ملك الشياطين. تانيا وكنابي لاحظوا الحزن في عينين راين وتسالوا اذا كان لسه متاثر بخيانتهم ليه، لكنه مسح على رؤوسهم وقال انتوا دلوقتي عيلتي وانا مش محتاج غيركم. وفي اللحظه دي سورة ورونا قدموا نفسهم لناتالي. راين قال لناتالي انه تم تكليفه بمهمه جديده للبحث عن كريستالات نادره، وفي نفس اليوم الفريق كله طلع معاه للكهف وكانوا فرحانين ان الكهف قريب من المدينه. بس قبل ما يبعدوا كتير رونا وسورة تعبوا من المشي، فراين قرر يخليهم يرتاحوا شويه جنب بحيره. لكن فجاه سمع صرخه، جرى على البحيره مفزوع ولقى كنابه اتقرصت من سمكه بس، والموضوع كله كان هزار بس البنات كانوا بيستحموا فصرخوا لما شافوه واقف فجاه. بعد كده الفريق وصل للكهف ورين لاحظ طائر غريب بيطير فوقهم، ولما حاول يقول للبنات طلع عليهم 2 من الكهف كانهم بيراقبوهم. راين قال لتانيا وكنابي يمسكوهم، بس بدل ما يمسكوهم خبطوهم على دماغهم وخلوهم فاقدين الوعي. وقتها سورة ورونا قرروا يستخدموا قوتهم السحريه ويشوفوا ذكرياتهم، ولقوا ان الكريستالات فعلا كانت بتتسرق على يد مجموعه مغامرين. راين قالهم يدخلوا المنجم فورا، ولما شاف الطائر الغريب لسه بيراقبهم من فوق ابتدى يشك مين اللي ورا كل ده. وهم نازلين في الكهف نار ضخمه طارت عليهم فجاه كانها جايه تحرق كل حاجه، بس سورة ورونا عملوا دايره سحريه وصدوا الهجوم. اللصوص حاولوا يهاجموا تاني لكن البنات استخدموا تعويذه قويه وقيدوا كل اللصوص بخواتم سحريه، والنار بتاعتهم اختفت على طول. لصين تانيين حاولوا يضربوا تانيا بسهم بس هي حرقت الاسهم في الهواء قبل ما توصل لها، وكنابي خبطت واحد منهم في دماغه قبل ما يجهز سهمه، وتانيا ضربت التاني بديلها واسقطته على الارض. كنابي ربطتهم، وساعتها راين واجه قائدهم اللي كان مروض وحوش. الراجل طلع سكنته وقال مش هتطلعوا من هنا احياء، بس راين صد الضربه ورد عليه بلاكمه في بطنه طير بيها نفسه. بس فجاه المروض عمل تعويذه واستدعى وحش خطير من التصنيف بيه، وقال انه رباه الوحش ده من صغره واسمه بهاموس. بهاموس طار ناحيتهم بسرعه وراين بالكاد عرف يتفادى ضربته والكهف بدا يتهد من العنف. راين حاول يتفادى ضربه تانيه لكن حجر وقع على كتفه وخلاه يفقد توازنه وقوته. المروض امر الوحش يخلص عليه لكن كنابي سحبته في اخر لحظه وانقذته. قالت له كل الناس خرجوا من الكهف بامان وانا رجعت علشان اساعدك، لكن راين قال لها سيبي الوحش امسكي المروض. بس قبل ما ينهي كلامه المروض قال انا هقتلكم انتوا الاثنين. وقتها بهاموس نزل بكل قوته على راين وكنابي بس هم لحقوا يهربوا في اللحظه الاخيره. الوحش فضل يهاجم راين وراين بيتهرب بسرعه وبيرد بالنار، لكن اكتشف ان الوحش مش بيتاثر باي هجوم وهم مشغولين معاه. كنابي قدرت تسيطر على المروض، كل ما المروض زود قوه تعويذته الوحش بهاموس بقى اقوى وفضل يهاجم راين من غير توقف. بس راين قرر يختبر كل قوته، ولما الوحش هاجم عليه تاني راين عمل عليه تعويذه جديده وبدا يسيطر عليه. المروض اتصدم لما شاف ده، ولما حاول يسيطر على الوحش تاني العلامه السحريه في ايده اختفت فجاه. فجاه الوحش لف على صاحبه القديم وراح يهاجمه كانه عايز يسحقه، بس راين ولع فيه بنار ضخمه
ضخمه وخلاه رماد في لحظه. قال للمروض الوحش ده ما ينفعش يعيش في عالمنا، عمره ما هيتروض. رجعوا بعد كده لمحل الاسلحه، وارين شرح لصاحب المحل ان سبب سرقه الكريستالات انه كان بيوقف بيع السيوف الجيده لبعض المغامرين، فحبوا ينتقموا منه. صاحب المحل فهم انه غلط لما كان بيبيع السيوف الجيده لناس محدوده، وقرر يبدا يصنع سيوف كويسه للكل. سال راين عايز اي نوع سلاح، فقال له عايز خنجر وقفاص قتال. بعد كام يوم رونا وسورا سالوا راين لو اكتسب قدرات جديده بعد الربط السحري اللي حصل بينهم، لكن قال لهم انه لسه ما طورش اي حاجه جديده. زعلوا شويه، فقال لهم كفايه اني بشوفكم جنبي كل ليله ومش عايزكم تسيبوني ابدا. سورا سالته ليه بيتعامل معاهم كانهم مراته، فقال لها انه زمان لما انضم لفريق الابطال كان دايما خايف وبيستخبى وقت القتال، ولما بدا ياخد شجاعه شويه طردوه من الفريق وخلوه وحيد، وعشان كده اتعهد انه عمره ما يخلي حد من اصحابه يحس بالوحده. وهم رايحين يتغدوا قابلوا ولد مغرور واسمه ادجار ابن الحاكم، بدا يزعق ويقول انه هياخد رونا وسورا معاه ويبقوا ملكه. رونا طلبت منه يبعد، بس ادجار عمل حركه باصابعه وخلى الفرسان يحيطوا بيهم. راين خبطهم كلهم بلكمه واحده على الارض، ولما لقى نفسه بيخسر ادجار امر فرسانه يمسكوا للناس كرهائن وقال انه هيقتلهم. سورا كانت عايزه تنقذ الناس بسحرها، لكن راين خاف ان الناس يهربوا لما يعرفوا انها جنيه، فجرب نوع جديد من السحر واستدعى نيران من رموز سحريه في الهواء وحرق بيها الفرسان الباقيين. دي كانت اول مره يكتشف انه اكتسب قدره ناريه من ارتباطه بالساحرات. قرب من ادجار وحط سيفه في وشه وقال له امشي حالا، وادجار جري هربان من غير ما يبص وراه. الناس ابتدوا يشكروا راين وينادوا عليها البطل. في اخر اليوم قال للبنات ان ادجار معروف بانه منحرف تافه وكان بيخطف البنات الصغيره وبيجبرهم يعيشوا معاه. تانيا استغربت وسالت ليه محدش قبض عليه، فراين قال لها انه ابن الحاكم والفرسان نفسهم بيشتغلوا عنده. ساعتها تانيا قالت بكل غضب خلاص هنهدي القصر ونحرر البنات كلهم. بس راين رد وقال ما ينفعش نهاجم قصر الحاكم، انا عايز اساعد الناس بس خايفه خاطر بحياتكم يا سورا وانتي كمان. بعد ما كنابي وتانيا اكتشفوا ان راين كان قلقان عليهم، قالوا له يبطل يتصرف كانه جبان ولازم يواجه مخاوفه بقى. تاني يوم راين وكنابي راحوا لنقابه المغامرين وطلبوا القبض على ادجار عشان حاول يقتل ناس ابرياء، لكن فجاه ظهر فرسان من وراهم وقالوا ان ادجار اعظم قديس في العالم وما ينفعش يتقبض عليه. بعدها وهم ماشيين في الشارع قابلوا بنت شابه اسمها ستيلا نائبه قائد الجيش، عرفت نفسها وقالت لهم انها محتاجه مساعدتهم عشان تقبض على ادجار، وانه بعد ما كل الفرسان بقوا فاسدين بقى واجبها تخلص المدينه منهم وترجع السلام. راين بدا يشك انها ممكن تكون بتجهز لهم فخ، لكن كنابي طمنه وقال له انها نيتها صافيه. فراين بدا يفكر في خطه عشان يهزموا الفرسان الفاسدين، وبعد ايام من التخطيط قدروا يوقعوا شويه من الفرسان في فخ داخل مخزن مهجور، ولما دخلوا السهام طارت في الهواء ونزلت عليهم زي المطر وخلصت على عدد كبير منهم. القائد بتاعهم صرخ اهربوا، لكن الباب اتقفل فجاه بسحر سورا ورونا من بره وكمل وابل السهام ولحد ما خلص على الباقيين. ستيلا سالت راين جاب منين القفاز اللي بيطلق السهام، فقال لها ده هديه من صاحب محل الاسلحه. وقبل ما القائد يهرب راين اطلق عليه سهم اخير، بس القائد قطع السهم بسيفه في الهواء. طلب يعرف مين اللي وراه، فراين وستيلا خرجوا وواجهوه. ستيلا نطت قدامه وقالت له اطلب السماح، بس القائد هجم عليها وبدا يضربها. هي صدت كل ضرباته، بس لما سيفه طار بعيد استغل الفرصه وديلها بوكس قوي في وشها ووقعها على الارض وقال لها يا بنت ساذجه، لكنها قامت تاني. ولما اتقابلوا وجها لوجه قطعت القائد بضربه واحده بس ووقعه على الارض مصاب. وفي نفس الوقت في قصر الحاكم ظهرت اريوس عند شباك ادجار وادته خاتم غامض وقالت له يستخدمه لقتل راين. بنفس الليله ستيلا كنابي تانيا ومعاهم شويه فرسان مخلصين راحوا على القصر وطلبوا القبض على ادجار، لكن الحراس منعوهم ونادوا على ميت فارس يحاصروا المكان. بعد قتال قصير بوابه القصر اتفجرت وكنابي وتانيا دخلوا، وفي نفس الوقت راين ومعاه الجنيات تسللوا لجوه القصر من غير ما حد يحس بيهم. ورونا استخدمت تعويذه بحث عشان تحدد مكان البنات المسجونات، وقالت ان في مخلوقه قويه جدا متحبسه في زنزانه منفصله تحت القصر. فراين قال لها ولا سورا يحرروا البنات وهو هيروح ينقذ المخلوقه دي. ولما دخل الغرفه الثانيه لقى بنت صغيره شبه الثعلب وعندها 3 ديول متحبسه في زنزانه، وكانت من فصيله الانواع النهائيه شبه نص الهه بسحر خارق. راين بكمه واحده كسر قفل الزنزانه وعالج جروحها وقال لها بكل لطف انا هنا عشان انقذك. فعرفت نفسها وقالت له ان اسمها نينا، وجريت عليه وحضنته من الفرحه. قالت له ان ادجار خطفها من شهور وهدد يقتل عيلتها، وركب في رقبتها طوق سحري بيمنعها تستخدم قواها. فراين حاول يفك الطوق بتعويذه، بس التعويذه انفجرت في ايده وصرخ من الالم، لكن قدر يجمع طاقه سحريه من كنابي وتانيا والجنيات واستخدم تعويذه اقوى، وفي الاخر كسر الطوق الشرير وحرر نينا. وهو بيقع من التعب نينا مسكته ودموعها نازله ووعدته انها هتفضل جنبه دايما. في الوقت ده كنابي وتانيا كانوا بيكملوا القتال ضد فرسان القصر، لكن قائد الفرسان قرر يستخدم البنات المسجونات كرهائن، وفجاه نار سحريه نزلت من السماء وحرقتهم، وظهر سورا ورونا وراهم وقالوا ان البنات اتحرروا كلهم. راين وهو بيجري في طريق الخروج قابل البنات وكلهم شافوا نينا واستغربوا، فقرر يعرفهم على بعض، بس البنات بداوا يغيظوه هو انت ناوي تتجوز كل بنت من الانواع النهائيه ولا ايه؟ ستيلا قالت له لازم نلاقي ادجار قبل ما يهرب. وفجاه ابو ادجار طلع عليهم شايل صندوق ذهب وبيقول انه مش هيسلم نفسه. راين رمى عليه حبل وربطه ووقعوا من فوق السلم، وهنا ادجار طلع جري وهدد انه هيقتل راين ووجه الخاتم بتاعه عليه، وطلع منه دخان غريب اتحول للحاصد الارواح جريم ريبر. قبل ما راين يتهرب الحاصد غرز من جاله في صدره، بس الغريب راين متأذيش. البنات اتصدموا ورونا جربت عليه تعويذه ظلام وبرضه ما حصلوش حاجه، وقالت له انهم لما ارتبطوا سحريا خد قدره جديده بتحميه من كل تعويذه شريره. ادجار اتجنن
ومش فاهم ازاي راين لسه عايش. لكن فجاه الدخان الاسود طلع تاني وبدا يبتلع ادجار نفسه. راين رغم كل حاجه قرر ينقذه وضرب كره نار ضخمه على الدخان اللي فجر القصر، لكن الدخان بدا يطلع غبار غريب ومن وسطه خرج شيطان عملاق. قال لراين انا اللي دمرت قريتك من سنين وراجع ادمر العالم كله، وطار فورا عشان يهاجم المدينه. راين جري وراه هو وكنابي وتانيا وسورا ورونا، ولما وصلوا راين قال للشيطان انا جاي اقتلك. كنابي ضربه ووقعه على الحيطه، وتانيا هجمته بضربه من ديلها وربطوا راين بالحبل، لكن الشيطان فك الحبل بكل سهوله. سورا ورونا ساعتها جهزوا دوائر سحريه فوق دماغه وضربوه بضوء سحري قوي جدا. الملك الشيطان ما كانش مات، خرج بكل برود من الدمار وقرر يشتت انتباههم، فاستدعى وحوش ضخمه من تحت الارض، بس الفريق دمرهم في لحظه. ولما فرحوا بانتصارهم الشيطان استدعى دفعه جديده من الوحوش. كنابي جريت ناحيتهم بكل حماس عشان تهزمهم زي المره اللي فاتت، لكن الشيطان ضربها بطلقه سحريه قويه وقعتها على الارض. تانيا انهجمته بنار ضخمه بس هو رد بهجوم اقوى وخلاها تصرخ من الالم. راين جري بسرعه وداوى كنابي وكان رايح يساعد تانيا، لكنها وقفت لوحدها وقالت له انها مش متاذيه. فجاه الشيطان ضرب طلقه في السماء نزلت على المدينه وولعت البيوت. راين قرر يوقفه ورمي عليه نيران كتير، لكن ولا حاجه اثرت فيه. سورا ورونا ظهروا وضربوا عليه سهم ضوئي من السماء غرز في جسمه ووقفوه لحظه، فراى راين الفرصه وسحر كنابي والتانيه بتعويذه مؤقته زادت قوتهم جدا. طاروا عليه وضربوه بوابل من اللكمات، وسورا ورونا استخدموا ضوء قوي رماه في السماء، وكنابي خبطته بضربه جباره وقعته في الارض. لكن الشيطان وقف عادي وقال لهم انه منبهر بيهم، وبسنه صباعه استدعى الاف من تنانين الوحوش حوالينهم وراح طاير فوق وبيجهز ضربه سحريه ضخمه عشان يمسح المدينه. تانيا حاولت تضربه بنار تانيه بس ما وصلتش له. راين كان محتار ازاي يقتل الوحوش دي كلها وينقذ الناس. سورا ورونا قالوا له احنا هننقذ الناس ونتقلهم بره المدينه، وفعلا بداوا ينفذوا الخطه. وكنابي وتانيا كملوا قتال الوحوش، بس الوحوش كتير، وفجاه مغامرين من المدينه انضموا للمعركه وبداوا يقتلوا الوحوش. ده سمح لراين وكنابي وتانيا انهم يجروا ناحيه الشيطان. راين حاول يرمي سهم عليه بس الوحوش حواليه كانوا كتير جدا. وفجاه نينا ظهرت وقالت لراين انا عايزه اساعدك في قتال الشيطان لانها عندها قدره على التليفورت الفوري. راين قال دي هتكون مفيده جدا وجري معاها. الشيطان حاول يضرب راين بهجوم قوي بس راين استخدم الحبل وطار فوق سطح بيت وكمل جري وهو بيهرب من الضربات. لما الشيطان جه يضربه ضربه مميته نينا خدتهم بالتليفورت فورا قدامه، فاستغل راين اللحظه وسحر نفسه بتعويذه مؤقته زادت قدراته الجسديه وطار عليه بسرعه وربطه بحلقات سحريه. لكن فجاه طاقه مظلمه غريبه بدات تبتلع راين نفسه. راين كان بيتعذب من طاقه الظلام وصرخ من شده الالم، لكن فجاه سمع صوت كل اصدقائه جواه، والصوت ده اداه قوه يتحكم في طاقه الظلام دي وبدا يسيطر عليها شويه بشويه. والصدمه كانت ان كل الشياطين بداوا يسمعوا كلامه. الشيطان ما كانش مصدق وسال راين ازاي قدر يسيطر على وحوشه. فراين رد عليه بكل ثقه انا اقوى بيست تيمر في العالم، ورفع ايده للسماء وسيطر على باقي الشياطين. الشيطان اتحرر من السحر اللي كان مربوط بيه وجاري ناحيه راين عشان يقتله، لكن راين امر الوحوش انها تهجم عليه. الوحوش هجمت وابتلعته وانفجروا كلهم في ضوء ناري ضخم وسابوا جزء صغير من جسمه وهو بيختفي. سال انت مين؟ ورايتن رد بكل برود مش ناوي اقولك. نينا كانت تعبت جدا وقوتها خلصت، وقعت من السماء هي وراين، بس تانية لحقتهم في اخر لحظه وانقذتهم. بعد كام يوم راين قرر يضيف زوجه رابعه للمجموعه، جرح صباعه ونقط نقطه دم وظهرت دائره سحريه في ايده وبدات تعويذه الزواج الرابعه. ولما نينا قالت اسمها الدايره طارت من ايده لايدها وكملوا الجواز السحري. اليوم اللي بعده قابل ستيلا في نقابه المغامرين وقالت له انها محتاجه شويه مغامرين يساعدوا في تامين المدينه، وشكرته لانه انقذهم وقالت له انه احسن زوج لكل زوجاته. وبعد شويه ناتالي قالت لراين اترقيت لرتبه سي. راين اتفاجئ وقال لها ده المفروض ابقى قد مش سي. قالت له اترقيت مرتين عشان شفت نينا. وقرر راين يعرفهم على بعض وقال ان نينا زوجته الجديده وان عودته بقت مش كفايه ليهم كلهم، فطلب اوضه اكبر. لكن ناتالي اقترحت عليهم يشتروا بيت يعيشوا فيه كعيله كبيره وسعيده. البنات بداوا يتخانقوا مين هتكون مالكه المطبخ، فراين قرر يشتري بيت النهارده. لفوا على بيوت كتير وكانوا مقرفين جدا، بس لما كانوا هيأسوا لقوا بيت مثالي. تانية سالت ليه ناتالي ما ورتناش البيت ده من الاول؟ ردت علشان البيت ده مسكون. كنابي خافت جدا وبدات ترتعش، فراين قال لهم هندور على الاشباح. دخلوا البيت لقوا العفش بيتحرك لوحده وسمعوا صوت بيقول لهم امشوا من هنا فورا، بس قرروا يفضلوا. وفجاه شبح طلع من الارض وتحول لبنت جميله. سورا ورونا حاولوا يعملوا تعويذه تطهير لكن الشبح اختفى وظهر على السقف. سورا قالت دي مش شريره، دي كائن سحري وبتتنقل في المكان. رونا قالت انها هتعمل تعويذه مدمره بس هتدمر البيت معاها. فالشبح بدا يصرخ سيبوني ده بيتي. وساعتها اكتشفوا ان كنابي هي الوحيده اللي لسه خايفه. الروح الشبحيه جريت ورا كنابي وزقتها لركن الاوضه وقعدت تصرخ فيها اخرجي من بيتي حالا. بس كنابي خدت بالها ان الشبح ما عندوش اي قوه، فقامت ضريبه الشبح بمخالبها وبدات تطارده في الاوضه. الشبح حاول يهرب ويغوص جوه الحيطان بس سورا ورونا وقفوه بتعويذهم السحريه. وفي وسط كل ده راين قرر يسال الشبح تحبي تبقي مرايتي السادسه؟ بس قبل ما تكمل الشبح طارت عليه فجاه وحاولت تتلبسه. راين استخدم قدرته الخاصه ووقفها في الهواء قبل ما توصله واكتشف انها مش شبح عادي، دي روح فانتوم نادره. راين بدا يرمي عليها كلام معسول كده ستايل ريديتور محترف لحد ما وافقت انها تطور حبكه القصه معاه. البنت الشبحيه
قدمت نفسها وقالت انا تينا، مت لما رئيسي المجنون قتلني واتجسدت هنا. راين اللي كان واضح عايز يزود طقم الزوجات طلب منها تتجوزه للابد، بس تينا افتكرت انه بس بيهزر معاها، لحد ما تانيا دخلت وقالت بكل حماس راين هو اعظم زوج في الدنيا. وقتها تينا استسلمت وقالت له موافقه اكون الزوجه السادسه. في الليله دي وهم قاعدين على العشاء راين بص حواليه وشاف كل زوجاته جنبه وحس انه اسعد واحد في العالم، وتمنى اللحظه دي تفضل للابد.